هعمل معاكم النهارده السجق الاسكندراني على اصوله، بجد طعم وريحه مظبوط جدا مع مكرونه بالوايت صوص رهيبه. اول حاجه هحضرها معاكم السجق في طاسه كبيره نوعا ما، هتنزلي بحوالي معلقتين كبار من الزيت، واول ما الزيت يسخن معاكي هتنزلي بالسجق. نزلت بحوالي نص كيلو. هتشوحي السجق كويس جدا وتسيبيه ينزل الدهون والدسامه اللي فيه. هتغطيه وتسيبيه لحد ما يستوي حوالي 70% سوا، ما يبقاش مستوي كامل. ده شكله بعد ما سبته 10 دقايق ربع ساعه على النار. هشيله من الطاسة، وفي نفس الطاسة نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من الثوم المفروم ناعم. حسيت ان الزيت قليل، يعتبر السجق ما كانش دسم اول مرة دي، مفهوش دهون كتير. فنزلت بحوالي معلقة كبيرة من الزيت. واول ما الثوم يتشوح ويبقى معاكي بالشكل ده هتنزلي ببصلاية كبيرة مقطعاها شرايح. كمية البصل براحتك، ممكن تزودي او تقللي عن كده. هتدي البصل تشويحة بسيطة، وبعد كده هتنزلي عليه باتنين طماطم مقطعوهم بالشكل ده. هتغطيهم وتسيبيهم دقيقتين تلاتة ياخدوا من طعم بعض، وبعد كده هننزل بالسجق. هترجعي تغطيهم تاني وتسيبيهم حوالي 5 دقايق، ولو حسيتي ان انت عايزه تزودي لهم ميه ممكن تزودي لهم ميه شويه تساعد على السوا. بعد ما سبتهم على النار ياخدوا من طعم بعض كده 5 دقايق، هبتدي انزل بالبهارات. نزلت بحوالي معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره ممسوحه كده من الكزبره الناعمه، نص معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره سبع بهارات، نص معلقه صغيره بصل بودر، نص معلقه صغيره توم بودر، معلقة صغيرة ممسوحة كده فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة من الملح. والملح طبعا حسب الرغبة، ممكن تكتري او تقللي عن كده، بس السجق بيبقى فيه ملح. هتقلبي البهارات مع السجق كويس جدا. هتنزلي بشوية من المية المغلية تساعد ان السجق يستوي معاكي. نسوا تشموا الريحة، بجد الريحة بتبقى رهيبة، والصوص اللي بيبقى معاه ده طعمه رهيب. هترجعي تغطيه تاني وتسيبيه لحد ما يستوي تماما. خلاص السجق استوى معانا. اخر تكايه هتنزلي كده بحوالي معلقه صغيره من الثوم المفروم في النص، وهتنزلي عليها بحوالي معلقه كبيره من الخل، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا. قبل ما تقفلي على السجق هتنزلي بشرايح من الفلفل الاخضر، فلفل الوان زي ما تحبي، وممكن تضيفي الفلفل الحار، بصراحه بيدي طعم خطير جدا، بس مش بحب اضيفه عشان البنوته الصغيره تعرف تاكل. هتسيبيهم حوالي نص دقيقه على النار، وبعد كده تقفلي النار، وبكده بقى معاكي احلى سجق اسكندراني. وجنب السجق عملت مكرونه بالوايت صوص خطيره. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسلق المكرونه، هتسيبيها تتسلق وعايزينها حوالي 80% سوا، بمعنى ان يكون لسه فيها مضغه بسيطه خالص. يلا نحضر الوايت صوص. في طاسه على النار او حله هتنزلي بحوالي معلقتين كبار من الزبده او السمنه او بالزيت المتاح عندك، واول ما الزبده تسخن معاكي هتنزلي ببصلايه صغيره مقطعاها صغير بالشكل ده، عليهم 2 فص من الثوم مفرومين هنديهم تشويحه بسيطه خالص، مجرد ان هما يبتدوا كده ياخدوا اللون الاصفر هتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق وتقلبيهم مع بعض كويس بالشكل ده. اول ما الدقيق يكلكع معاكي ويعمل معاكي الشكل ده تعرفي ان انت محتاجه تنزلي بزيت كمان. فنزلت بحوالي معلقه كبيره من الزيت، واول ما الدقيق يوصل معاكي للشكل والقوام ده هتنزلي عليه بلتر من الحليب مع التقليب المستمر. وعلشان تخلي الصوص ده غني اكتر ممكن تنزلي باي جبنه كريمي متوفره عندك، ونزلت بمكعب مرقه خضار بيفرق جدا في الطعم. هننزل بالبهارات. نزلت بنص معلقه صغيره من فلفل اسود، ورق لورا، معلقه صغيره من الملح، انا مش هزود ملح قوي لان انا نزلت بمكعب مرقه، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البصل البودر. واذا حسيت ان القوام بدا يتقل معاكي ممكن تنزلي بميه سخنه او حليب ساخن زي ما تحبي. وبكده الوايت صوص بقى جاهز معانا. هننزل بالمكرونه وهتسيبيها كده مع الصوص حوالي دقيقتين. انا اكتفيت ان انا نزلت بشرايح من الفلفل الالوان، تقدري تنزلي بفلفل اخضر، شرايح بصل زي ما تحبي. اخر اضافه رشه من الزعتر، وبكده بقى معاكي احلى مكرونه بالوايت صوص. السجق سوا مظبوط جدا والطعم رهيب. وممكن تاكلي السجق في سندوتشات، واحلى حاجه كده لما تعمليه سندوتش كده وتنزلي عليه بشويه طحينه، هتحسي ان انتي بتاكلي سجق من على احلى عربيه واقفه. بس طبعا الفرق ان انتي اللي عاملاه بايدك، حاجه نظيفه واثقه فيها، والطعم بجد احلى كتير. اتمنى تجربوا الطريقه. سيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.